السلام عليكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عندنا الاخبار وعندنا الكواليس واخر المستجدات اللي بتدور داخل نادي الزمالك وفي الرياضه المصريه. ولكن في البدايه يا رجاله عايزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات والشير في كل مكان. ويلا بينا خلينا نبدا على طول. وده الاخبار وده الكواليس اللي موجوده معانا. طبعا النادي الاهلي بيلعب في بطوله العالم لكره اليد. جمهور النادي الاهلي عمال يتريق على الزمالك والزمالك خسر والزمالك ودع البطوله. فقلنا نستنى نشوف النادي الاهلي هيكسب مين ولا هيعمل ايه ولا هيروح فين. كانت في مباراه النهارده طبعا بيلعبها النادي الاهلي ما بين الاهلي وما بين فريق ماجد بيرج الالماني. والمباراه دي كان اللي هيكسب هيوصل لنهائي البطوله. ولكن المتوقع الاهلي كان متقدم طول المباراه، ولكن فريق ماجد بيرج الالماني قدر يكتسح النادي الاهلي بنتيجه 28-24 ويتاهل لنهائي البطوله. والاهلي يلعب على المراكز الرابع والخامس ولا الرابع والثالث يعني. فهنشوف ده اللي يلعب على الاهلي، ولكن الاهلي ما وصلش للنهائي والفريق النهارده خسر. وهنشوف النهارده الاهلاويه والاعلام اللي محسسنا ان الاهلي بيلعب يعني بطولات ايه يعني. حتى الاعلام بيحتفل بالاهلي قبل ما ياخدوا البطوله. نفس الكلام اللي عمله رامي ربيعه وعمله عمر كمال عبد الواحد. اهو الاهلي خسر النهارده يا حبيب قلبي. مساء الفل. طيب عايز اقول لك على مفاجاه هتحدث الساعات اللي جايه، والخبر ده بنسبه 98% صحيح. بنسبة كام؟ 98% صحيح. طب ليه مش 100%؟ لأن الواحد اجتهد في الخبر ده، والخبر يبقى 100% لما يطلع بشكل رسمي من الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر. ايه الخبر؟ قول لي يا عم الحاج. الكابتن حسام حسن كما توقعنا وعرفنا وقلنا من كام يوم ان ينتوي خروج امام عاشور من قائمة منتخب مصر، والمفاجأة دخول عماد نبيل دونجا بدلا من امام عاشور، ودخول حسام عبد المجيد. يبقى انت كده هيضم حسام عبد المجيد، هيضم دونجا لقائمة منتخب مصر، وهيتم استبعاد امام عاشور من قائمة منتخب مصر. دونجا يستاهل، حسام عبد المجيد يستاهل، عمر جابر يستاهل، محمد شحاتة يستاهل، ناصر ماهر يستاهل، احمد سيد زيزو يستاهل، وعواد يستاهل. يبقى انت كده عندك لعيبه 6-7 لعيبه من الزمالك في قائمه منتخب مصر. اللهم زد وبارك. وباذن الله نشوف الفرقه كلها في منتخب مصر خلال الفترات المقبله. في خبر انا كنت قلته الناس بتلومنا عليه. انا قلت ان نادي الزمالك بيتفاوض مع صديق اجولا، وارجع للفيديوهات. صح. وفي نفس الفيديوهات قلت ان الاهلي داخل في المفاوضات وبيراميدز داخل في المفاوضات. رسميا صديق اجولا يوقع لنادي بيراميدز. صديق اجولا نادي بيراميدز. طبعا انا قلت قبل كده طالما بيراميدز داخل منافسه ماليه، لا زمالك ولا اهلي ولا اي نادي في مصر يقدر ينافس مين؟ يقدر ينافس بيراميدز. طب اقول لك على حاجه، مفيش نادي في افريقيا ينافس بيراميدز في الماديات. بيراميدز طلع اللاعب زلاكا وفخر لاقاي وعبد الله مجدي على ما اعتقد، حاجه كده يعني. 3 لعيبه راحوا من بيراميدز لسيراميكا اعاره لمده موسم، ونادي بيراميدز حصل على خدمات صديق اجولا اعاره بنيه البيع. نادي بيراميدز خد صديق اجولا من نادي بيراميدز من نادي سيراميكا اعاره بنيه البيع. واحنا متفقين على حاجه مع بعضينا. ايه الاتفاق؟ ان بص، زد، سيراميكا، فيوتشر، وبيراميدز 4 فرق في الدوري المصري مش هيدوك لعيبه حتى لو وقفت على ودانك. حتى مفيش ولا لعبه تاخده منهم. رحت لسيراميكا عشان بيكهام قال لك يفتح الله. رحت لصديق اجولا قال لك يفتح الله. رحت لزد على محمد شحاته قال لك ما اعرفش حد بالاسم ده. رحت لهم على عبد الرحمن البنوبي قال لك ده العين والنن بتاعنا. طيب رحت لهم على اللاعب زيكو قال لك انا متمسك باللاعب بتاعنا. ولو الاهلي قال لهم محتاج الفرقه كلها هيوديها لهم، ما عندهمش مشاكل. ماشي. يبقى احنا كده ايه؟ قلنا على سيراميكا وقلنا على زد وعلى نادي فيوتشر ونادي انبي. ال4 فرق دول ما بيتعاونوش نهائيا مع الزمالك. تحس ان الزمالك ده بيمثل يعني منتخب موزمبيق يعني، ما بيمثلش مصر يعني. طيب عايز اتكلم معاك واروح بيك بالنسبه ليه اسامه جلال. نادي الزمالك اعطى مهله لنادي بيراميدز. الزمالك عايز يقفل الملف ده، مش عايزين نقعد نلف ورا بعضينا ونجري ورا بعضينا. الزمالك ادى مهله يعني لنادي بيراميدز
ترد عليا يا لا. الزمالك عايز اللاعب اعاره لمده موسم مقابل مبلغ مالي. بيراميدز مرحب، ولكن عايز المبلغ المالي ده يكون 20 مليون وتديله حسام اشرف المهاجم بتاعك بيع نهائي. ولو دي حصلت تبقى فضيحه، وانا قلت الكلام ده ان لما تواصلنا مع الناس في الزمالك قالوا استحاله نفرط في اي لاعب من اللعيبه بتاعتنا لاي نادي، لان احنا محدش بيتعامل معانا ومحدش بيدينا لعيبه. ده كلام المسؤولين داخل نادي الزمالك. عايز اقول على خبر بالنسبه ل اللي بيحصل في نادي الزمالك بالنسبه للمهاجم الاجنبي او اللاعب الاجنبي بدل سامسونج. جات لي معلومه نصا هقولها لحضرتك. ايه المعلومه دي؟ الزمالك لن يستطيع التعاقد مع اي لاعب الا لما يخلص صفقة سامسونج الاول. يعني الزمالك مش هيروح يتعاقد مع لاعب يوقع ويخلص ويعلن عن الصفقة غير لما سامسونج يكون في اتفاق بالتراضي معاه، ولما يفسخ التعاقد نقدر نضم لاعب. فدي مفاجأة مدوية. صدق او لا تصدق ان نادي الزمالك اتعرض عليه محمد علي بن رمضان. ما قلتش الزمالك بيتفاوض معاه، وما قلتش الزمالك وقع معاه، قلت اتعرض عليه من الوكيل بتاع محمد علي بن رمضان. طيب الزمالك هيجيب اللاعب؟ لا. ليه؟ لان نادي الزمالك ما عندوش سيولة مالية يقدر يدفعها لنادي محمد علي بن رمضان حاليا كاش. صفقة محمد علي بن رمضان مشكلته مع الاهلي ان النادي بتاع محمد علي بن رمضان عايز الفلوس كاش، وانا اكذب عليك لو قلت لك الزمالك معاه الفلوس كاش. مفيش حد يختلف على بن رمضان ولا قدرات ولا امكانيات محمد علي بن رمضان. بالعكس، لو جه الزمالك صفقه سوبر تقيله في نص الملعب يدي لك الاضافه ويدي لك القوه في نص الملعب. ولكن الحقيقه ان نادي الزمالك رفض محمد علي بن رمضان لاسباب ماليه مش لاسباب فنيه. انا اتمنى ان يكون في نادي الزمالك واحد زي محمد علي بن رمضان، ولكن اللاعب خارج نادي الزمالك. كمان عايز اتكلم اقول ان احمد رمضان بيكهام بيصعد الامور يعني خطوه تلو الاخرى ضد نادي سيراميكا. ليه؟ لان احمد رمضان بيكهام الراجل زي ما قلت لك لما اتكلم وزعلان ومتضايق وما بيتدربش مع سيراميكا، ان اللاعب الناس وعدته في سيراميكا ان هو هيوقع ويتباع للزمالك. طب توقيعه ده ليه؟ عشان يستفادوا منه بفلوس بمبلغ مالي يعني. ولكن اللاعب لما جه وقع وخلص الناس قالوا له كل سنه وانت طيب يا راجل طيب مفيش زمالك. فاللاعب متضايق وزعلان وحزين من اللي حصل معاه من نادي سيراميكا كليوباترا، والراجل قلب الدنيا داخل سيراميكا كليوباترا. بالنسبه لارون موبينزا المستجدات كل شويه في موضوع جديد. انا بقول لك معلومه واتحدى اي حد في المعلومه دي. مسؤولي رابط بوخارست الروماني والشركه التسويقيه بتاعت ارون موبينزا اللي هي في فرنسا بيتواصلوا بطريقه وديه مع نادي الزمالك من اجل حل المشكله بطريقه وديه. نادي الزمالك ما عندوش مشكله في الحل الودي، ولكن ياخد قيمه العقد كامل اللي هي 2,500 ألف يورو. طبعا الناس في رابط بوخارست مفكرين الزمالك ياخد له 300 ألف يورو 400 ألف يورو ونقفل الملف ده. ولكن المفاجأة ان نادي الزمالك صدمهم وقال لهم انا عايز قيمة العقد بالكامل، لإلا ادينا مع بعض فين؟ في المحكمة الرياضية الدولية والفيفا. ما عندناش اي مشكلة على الاطلاق. ده بالنسبة لموقف رابط بوخارست والزمالك وموقف اللاعب ارون موبينزا واللي بيحصل معاه. زي ما قلت واتكلمت معاكم قبل كده يا جماعة الخير، نادي الزمالك يعني هيستنى عودة جوميز يوم الجمعة بإذن الله علشان يتشاور مع جوميز في إضافة عنصر جديد للجهاز الفني. وأنا قلت لك أكتر واحد في استقرار عليه لو وافق عليه جوميز وهو الكابتن معتمد جمال. الكابتن معتمد جمال ما عندوش مشكلة ومرحب إن هو يكون موجود في جهاز جوميز، ولكن جوميز قال لهم أوكي هيبقى الكابتن معتمد موجود. جوميز قال لهم لا مش عايز حد معايا، خلاص الموضوع هيتقفل ومش هيكون في اي حد مع الكابتن جوميز. كمان نادي الزمالك بيحاول خلال الساعات اللي جايه ارسال 200 ألف دولار لبنيامين اتشومبونج، لان بنيامين اتشومبونج يوم الجمعه اللي جايه لو ما اتبعتش يوم 4 اكتوبر يعني بعد 3 ايام بالظبط، لو ما اتبعتش فلوس لبنيامين اتشومبونج نادي الزمالك معرض لإيقاف قيد جديد. كمان الزمالك بيتواصل مع مستر جوزفالدو فيريرا علشان يكون في إقناع لمستر جيم باتشيكو برضه هيتحكم له
المفروض اخر الشهر 10 اللي احنا فيه ده في حكم ليه باتشيكو ب 500 الف دولار، فالزمالك عايز يقسط ويجدول الفلوس. طيب لو الزمالك ما اتحكملوش، او لو الزمالك ما عرفش يوصل لحل مع فيريرا او مع باتشيكو، الزمالك هيدفع 500 الف دولار لباتشيكو، وهيدفع ال 200 الف دولار للاعب بنيامين اتشومبونج، والاتنين دول اخر قواضي نادي الزمالك اللي موجوده، ويتبقى فقط قضيه فرجاني ساسي اللي هنشوف هيحصل فيها ايه. وبكده نقفل جميع الملفات والقضايا والبلاوي السوداء اللي كانت موجوده على نادي الزمالك. ربنا يكرم نادي الزمالك ويوفقنا، وبكده تكون خلصت اخبارنا وخلصت كواليسنا. شكرا لكم، سلام عليكم.